تعالوا النهاردة هنعمل رز صيادية مع سمك فيليه على الطريقة الإسكندرانية، وخلي الطعم يحكي القصة. هنبدأ مع بعض. هنجيب حلة على النار اللي هنعمل فيها الرز، هنحط فيها شوية زيت ونقطع 5 بصلات كبار جوليان لكل كيلو رز. هنا هنعمل كيلو رز هيبقوا 5 بصلات. هنبدأ نقلب فيهم كويس جدا واحنا واقفين لحد ما يبدأ يغمق معانا، ما نسيبهمش على النار، نفضل نقلب طول ما احنا واقفين لحد ما يغمق معانا خالص عشان بيتحرق بسرعة. بعد كده نحط التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، ونقلبه كويس جدا لحد ما ريحه البهارات تطلع. بعد كده هنبدا نجيب بقى السر بتاعنا، هنحط 3 معالق صلصه. هنبدا نقلب فيهم كده لمده 3 دقائق لحد ما الصلصه تتجانس معاهم. بعد كده نقلبهم كويس جدا والصلصه تبدا تخش في وسط التوابل ويتشربوا، ونبدا نحط الميه بتاعتنا. هنحط الميه بتاعتنا ونغطيه يغلي، ونحسب له 15 دقيقه بعد ما يغلي عشان البصله تستوي. بعد كده خلاص عدى ال 15 دقيقة، البصلة استوت معانا اهي. ونبدأ بقى نجيب الرز بتاعنا، نغسله كويس جدا عشان يطلع منه النشا، عشان النشا هي اللي بتخلي الرز يعجن. بعد ما نغسله كويس جدا ونصفيه، هنبدأ نحط المعيار. الرز بتاعنا بيبقى عقلة صبع فوق الرز المية عشان ما يعجنش معانا. هنقلبه كده، طبعا ناقص عايز مية. بعد ما نقلبه كويس جدا كده عشان كله يتداخل مع بعضه، نبدأ نزود المية بقى بتاعتنا حبة حبة لحد ما تبقى عقلة صبع كده بالظبط. أول ما يبدأ يغلي معانا هنوطي النار عليه خالص ونسيبه يتشرب معانا، هيبقى أحلى رز صيادية أكلتوه في حياتكم. بعد كده نبدأ نروح نعمل التتبيلة للسمك: فصين توم، حزمة كزبرة خضراء، وفلفل رومي ألوان أو أخضر أو حراق زي ما تحبوا، وليمونتين، وشوية فلفل أسمر وملح وكمون وكزبرة ناشفة. نبدأ نضربهم في الهاند بلندر أو في الكبة زي ما تحبوا. بعد كده هنبدأ نحط تتبيلة على السمك، وبعد ما نحطها على السمك لازم نشيله على الأقل ساعتين في التلاجة، ونغلفه كويس جدا. بعد ما نحط عليه التتبيلة نقفله بستريتش ونحطه في التلاجة لمدة ساعتين 3 ساعات، بحيث إن السمك يشرب من التتبيلة كويس جدا. وأهم حاجة تغطوه بستريتش، أو لو عندكم علبة بغطا بتغطوه برضه وتسيبوه في التلاجة قبل ما تعملوا الرز. بعد كده هنطلعه من التلاجة، نبدأ نقليه. هنولع النار نار متوسطة متبقاش عالية عشان السمك ما يتحرقش. بعد كده نحطه في الدقيق قبل ما نحمره على طول، ما نحطوش في الدقيق ونسيبه شوية. دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني، بقى لونه جولد اهو وشكله جميل جدا وريحته حلوه جدا. وبالهنا والشفا. يا رب يكون الوصفه عجبتكم، واستنوا الوصفه الجديده. اتمنى اشتراك ولايك للقناه.